السلام عليكم على كل اللي بيشوفوني، واهلا بمتابعين مطبخ ندى. ده اول فيديو اصوره بعد الازمه اللي انا مريت بيها، وراجع معاكم فيديو مشتريات خفيف كده. والحمد لله ازمه وعدت، ومفيش حد ما بيتعلمش من غلطاته. انا بتعلم كويس جدا من اي غلطه بغلطها، او من اي خبطه ممكن تجيلي في وقت غير متوقع. هي كانت جامده شويه لان كانت غير متوقعه، بس الحمد لله معايا ناس وقفوا جنبي في وقت انا فعلا كنت محتاجه فيه اللي يطمني، لان القلق وحش والتوتر وحش والخوف وحش، وان انت ما تبقيش فاهمه حاجه ده وحش جدا. بس انا اتعلمت بجد ان انا مش همسك ناس نفوسها مريضه عليا فرصه تاني. انا مكمله في اللي بدأته، وراجعين بمنتهى القوه، شغالين ومستمرين. وراجع معاكم فيديو مشتريات. طبعا الفيديوهات اللي فاتت انتوا شفتوا ان انا رحت جوله في ادوات تركي، وجوله في محل مستلزمات حلواني. في حاجات اشتريتها من هنا وحاجات اشتريتها من هنا، وحابه اوريكم ايه اللي انا اشتريته وبالاسعار. نبتدي كده بسم الله. معانا هنا اول حاجه دي صينيه طارت بقاعده متحركه. في صواني طارت بتبقى قاعدتها ثابته، لا الافضل ان انت تجيبي المتحركه عشان تعرفي تخلعي منها الطارت وتحطيه على طبق التقديم. دي عامله 106. دي عامله 106 اهي. تمام. دي تروفيل. دي اول حاجه في المشتريات. وبرده جبت صواني طارت اهي من محل مستلزمات الحلواني اللي انا صورت فيها، برضو بقاعدة متحركة كده. ده بقى ميني طارت، عشان نعمل كده ميني طارت بيبقى ظريف قوي. برضو جايباه علشان استخدمه. جايبة 6، الواحد ب12 جنيه، الستة ب72 جنيه فاتورة اهي. جايبة 6 ب72 جنيه. كده انا شغالة معاكم في الحاجات اللي اشتريتها من محل مستلزمات الحلواني. جايبة سباتولا اللي هي المعوجة دي عشان يسوي بيها الكريمة. تمام. دي عاملة 50. دي عاملة 50. تمام. ودي برضو سباتولا. دي امتن شوية من دي مقاسها اكبر، ودي المعدولة وبرضو ب50. بصوا بجد انا كنت محتاجة الحاجات دي قوي علشان التصوير. وجبت قطعت العجين دي ب45 زي ما وريتكم في الفيديو بتاع الجولة. دي بنقطع بيها العجين كده، بيدينا زي شبكة، بيعمل عجين شبكة حلو قوي. دي جبتها ب45 برضو، جايباها عشان اكيد هستخدمها يعني. جايبه المكيال ده ب10. هتقولي لي في الفيديو كان ب50، التاني كان يعني هي خامات، كان عنده ب20 وكان عنده ب50. ده ما جبتوش من عنده بصراحه، ده جبته ب10 مدرج بدي ناحيتين اهو. تمام. وجبت بتاعت الشوكولاته السيليكون دي ب20. انا جبت شكل الايموجي اهي. جايبه ايموجي اهي، هنشكل فيها شوكولاتات، وهجيب اشكال تاني علشان يبقى عندي اكتر من شكل. وجبت قالب الوافل ده جبته ب40. ثواني لحظه. الوافل ب40. انا ما عنديش جهاز الوافل، فجبت القالب ده استخدمه، ويا رب بس يديني نتيجه كويسه. وطبعا هبقى استخدمه قدامكم، لو اداني نتيجه كويسه هقول لكم، نتيجته مش قد كده برضو هقول لكم. لسه هيكون اول تجربه ليا في قالب الوافل. دي ازازه ميه عليها اللوجو بتاع اليوتيوب، عجبتني جبتها ب10. دي مش من عنده، دي من العتبه عادي جدا، وموجوده في كل المحلات. هي ب10 في كل حته ب10 جنيه، فهي عجبتني باللوجو بتاع اليوتيوب فرحت جايباها. دي ب10 جنيه. وجبت السكاكين دي اسمها سكريبر كيك، يعني اللي بنسوي بيها الكيك. دي ب15 جنيه. عايزه افتحها بس هي مبرشمه. ماشي هنفتحها نشوفها كام قطعه. بصوا، ودي لما بنيجي نعمل تجاعيد كده في جنب التورتايه. هما دول اهو، فيهم 4 ب15 جنيه.
وجبت الوان سايله، لان البودر اللي انا استخدمتها في كيك البابا نويل كانت مالحه، فجبت سايل، جبت اخضر وجبت احمر، الواحد ب10 جنيه. وطبعا في الوان زيت وفي الوان تاني، انا الاسعار هتلاقوها موجوده في الفيديو بتاع الجزء التاني من الجوله في محل مستلزمات الحلواني، كل حاجه سعرها موجود. فدول الواحد ب10. دي الحاجات اللي انا اشتريتها من محل مستلزمات الحلواني. نيجي بقى للمحل بتاع الادوات التركي. جبت الصينيه دي ب40 جنيه، دي صينيه تركي ب40 جنيه، حتى ميدن ان تركيا. دي ب40 جنيه جبتها، تمام، لاني عامله شويه تجديدات في المطبخ هوريها لكم. عملت لفه في المطبخ كده، وحابه ان انا اعمل ركن شاي، يعني مش هقدر اقول ان انا اعمله تركي قوي بس بحاول يعني، تمام. جبت السكينه والشياله، هما مش سيليكون بس هما باغ، حلوين قوي، 25 جنيه، تمام. ده من محل الادوات التركي برضو. وجبت برضو من محل الادوات التركي المكاييل دي، كوبايه، نص كوبايه، تلت كوبايه، ربع كوبايه. ده مقاس المكاييل اللي انا جايباها، بس شكلها ظريف قوي على هيئه قلب. انا جايباها للشكل للامانه، انا كده كده عندي المكاييل التانية دي ب25. وجبت طبق بيتزا، الطبق ده جبته ب35، صيني. الطبق ده ب35، طبعا بيبقى فيه اشكال كتير مش شرط الشكل ده. ده برضو من محل الادوات التركي. جبت طبق التسالي ده على شكل كلمة لاف، شكله برضو عجبني. ده جايباه ب30، ده ب30، تمام. الدنيا كانت هتتكسر. جبت البولات الصغيره دي، انا كنت بدور على البولات الازاز اللي هي قد كده، دي اللي هي بنحط فيها التوابل عشان استخدمها ساعه التصوير، بس للاسف انا مش لاقياها. فلقيت دول في عمر افندي، دول يعني انا دخلت اسال في عمر افندي لقيت دول، بجد الصيني بتاعهم نظيف جدا وعجبوني بقى ان انا استخدمهم في التصوير، استخدمهم احط فيهم كاتشب، احط فيهم توميه، لما تكوني عامله حاجات تسالي كده تحطي الصوص او الصلصات فيهم، ما بياخدوش كتير وفي نفس الوقت بياخدوا كميه معقوله، يعني اي كميه هتحطيها فيها هتتاكل، مفيش حاجه هترجع وتترمي. جبت الستة دول ب50، تمام. جبت المعلقه دي شفتوها معايا في الفيديو بتاع الادوات التركي، دي ب10، دي جبتها ب10. دي عشان تعملي فروت سلطات، تعملي اي حاجه، بتطلع كده بولات صغيره بتدي شكل ظريف. انا جايباها لكده وهي اساسا بتاعت كده، فدي جبتها ب10. جبت 3 كوبايات من دول، التلاتة ب10، الوطنيه، بلاستيك الوطنيه اهو، التلاتة ب10. حطيهم في المطبخ، تحطي فيهم حاجه. انا استخدمت واحده منهم علقتها في المطبخ وحطيت فيها معالق الشاي الصغيره، بس خرمتها من هنا لان معالق الشاي الصغيره بتتوه في الصفايه الكبيره، فعملتهم في دي. جبت التلاتة ب10. وجبت الكاتل ده طبعا انا طلعته من الكرتونه، استعملته لاني كنت محتاجاه جدا. هوريكم شكله، بصوا ده جبته ب220، الكاتل ده جبته ب220، دي قاعده طبعا. في حاجات ما قدرتش اصبر، اضطريت ان انا استعملها لاني فعلا كنت محتاجاها. هما دول المشتريات اللي انا اشتريتها. اتمنى ان فيديو المشتريات بتاعي يكون عجبكم، ومستنيه رايكم فيه في كومنتات تحت الفيديو. ولو حابين ان انا اعمل جولات تانية في اماكن تانية وتاخدوا فكره عن الاسعار سيبولي في الكومنتات، وان شاء الله هحاول ان انا انفذها. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وعشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ندى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على علامه الجرس. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.